الناس اللي بتحزق في الجيم؟ متهزرش انا عشان الموضوع ده مضايقني فشخ يعني. والله بجد يعني انت بتتكلم من ورا الكاميرا بس الموضوع مضايقني. يعني عايز اسال سؤال، يا ايه ده؟ يا بجد يعني انا حد يقول ايه ده؟ يعني انا ما عنديش مشكله ان انت لو انت عندك حاجه خلاص اخر عدى وجايب اخرك والفشل العضلي والفشل الكلوي والحاجات دي وخلاص انت بتعد في اخر واحده اللي هو بتطلع نفسه اللي هو فيه كده. انما الاصوات العجيبه اللي بتطلع دي بتاعت مستشفى الجلاء للولاده دي انا مش فاهم. فريت يا جماعه انا رايح بقعد في الجيم يعني بروح علينا عشان والله احنا تعبانين والله. ويعني اخر حاجه ابقى رجع الوزن مكانه، ما تسيبش الدنيا معاك كده، خليك بني ادم. رايك في انواع الحزق؟ بص انا بالنسبه لي هم مثلا ايه ممكن نصنفهم 3 انواع. نوع محترم اللي هو بيبقى في اخر عده، ده اللي هو اللي اتكلمت عليه ده تمام بعمله، ده طبيعي ان انت في اخر عده مش قادر تتحرك، ده انت بتموت فعادي مش مشكله. وفي ناس بتشوف بتتمنظر اللي هو انا شايل وزن تقيل فهقعد اصوت في اي حد معدي. وفي ناس بقى بتبقى شايله وزن خفيف وبتصوت برضه. فانا دول يعني انا مش فاهم اللي هو بيطوحوا في الهواء وفي نفس الوقت بيحزقوا. اما دول بقى دول ملاعين، دول المفروض تلغي اشتراكهم من الجيم. ولو عاملين جسم تفسيه يعني فاهم، انت المفروض تمتحيهم من الحياه والله. يعني اللي هو بيقعد يصوت بدون ادنى هدف ويروح رامي الجيم ايه وبيرمي الدمبل كده في الارض. يعني ليه والله الموضوع مش مستاهل. يعني احنا جايين يعني الرياضه اخلاق، دي مش اخلاق يعني. اللي بيروح يلعب بايسبس في السكوات تراك ليه بقى؟ ليه؟ عايزين نتكلم في الموضوع ده. هو ليه بيعمل كده؟ يعني مثلا الحاجات اللي هي بتروح فيها الاسم دي لو عملتها، يعني انا بص ممكن تتفهم اللي هو انت مثلا لو هتلعب رو وتنام على البنش وتلعب الرو عشان يبقى سبورتد، كلام جميل وكلام ناس فاهمه ماشي. انما انت تروح مخصوص على سكواد راك عشان تلعب بايسبس ليه؟ يا بجد والله انا بكلمك بجد بقى، بتكلم كناس عاقل. يعني دلوقتي في اصلا الليج داي ما فيهوش كتير، يعني هو اصلا الناس كتير بتسكيب. فيوم ما انا جيت مره الليج داي بقى ما تقرفنيش فيه، يعني اصلا نازل على غلط فاهم، انا مش طايقه بس يعني هو شر لابد منه، فاحنا لازم ايه ما تقرفنيش فيه بجد والله. يعني عايز تلعب بايسبس في ستاند اللي بيتحط عليه البار ده العب ده جامد والله. في بتاع هرم كده عندنا في الجيم محطوط فيه البارات واوزانها جاهزه، العب فيه ورجعه. لو جيت تحت جنب السكواد راك انا يعني هنمنتش بقى مش هتنفع يعني. مش الناس اللي بتعمل كوبري في البنش البنش بريس صح؟ انا حاسك هتقول البنش والله. بص يعني الباور ليفتر بيعمل الكوبري اللي هو زياده بس محترم، يعني هو لان هو بيتارجت حاجه معينه مش شغلتي الصراحه يعني مش هتكلم فيها. اللي هتكلم فيه بقى بص هم حاجتين المفروض بيبقوا لامسين البنش وحاجه لامسه الارض. طبعا الحاجتين اللي لامسين الارض ايه الحاجه اللي لامسه الارض ده رجلك بتدشملها في الارض عشان تعرف ترفع لوز. مش هقول الاسم التاني عشان عارف انت هتعزم من ورا الكاميرا. والمحيط بتاع الكتف. القرش الخفيف بتاع الظهر ده طبيعي، قرش خفيف الباور ليفتر بيزودوا القرش عشان اوزانهم تقيله. ما تلغوش حاجه من الاثنين ماشي، وانتوا عارفين انا قصدي على انهي واحد. الجلوتس ما تتلغيش من على البنش، لازم تفضل على البنش. فيعني بلاش بقى كوبري اكتوبر اللي بتعمله ده. انا شايف المنظر ده قبل كده وهو بيلعب سكوات. انت شايفه؟ انت شفته؟ عارف انت اللي هو يعني هو ما بينزلش وما بيطلعش وحاجه شبه السوسته كده. ايوه ايه ده يعني انا ما كنتش بلعب سكوات كتير بصراحه. كانت يوم الرجل انا كانت صعب رغم ان انا كنت بلعب كوره يعني ماشي. بس يعني لما بقيت العب سكوات انا متفهم ان انت ممكن تلعب بوزن خفيف يعني عادي، ده مش عيب. انا اصلا وزني سيس في السكواتس يعني. بس ما تقلش الوزن يعني وتبقى شبه السوسته كده يعني ينزل للاخر ويطلع للاخر يعني. انت بتمرن ايه بجد والله؟ ايه شفت الناس اللي بيلعبوها بالسميث؟ اللي بيلعبوا بالسميث دول بقى عباقرة. او انا ما عنديش حاجه ضدهم بصراحه عشان هم كتير ممكن يضربوني والله. لان هو يعني انا شفت كان في 4 بيبدلوا على السميث في السكواد وانا كنت لوحدي على السكواد. شفت واحد كان بيماكس بيجيب اخره في السميث، يعني بيشوف هو بيجيب اكتر آخره؟ حاجه يشيلها كام. انا بحسه بيحجمني قوي، انا ما بعرفش اتحرك بيه. اه يعني انا بحس السميث ده انا بيحجمني
يعني في ناس بتحبه وفي ناس بتلعب بيه، انا هحترمه عشان انتوا كتير بصراحه هتضربوني ان انا بلعب يعني مش مهم. طب بما ان احنا بقى جبنا سيره الناس دي، شفت اللي بيلعبوا بايسبس كده؟ مراجيح. مراجيح. مراجيح، ايوه المراجيح دي. مراجيح. ايه ده يعني انا شفت ارنولد في مره كان بيقول ايه، يعني انت في الاول عادي بعد كده مور ويتس مور تشيتنج، يعني لما تزود وزن التشيتنج بيزيد، بس ما حدش قال ان المراجيح بتزيد. مش كده يا جدعان، يا جدعان والله مش كده. ايه ده؟ طب انت بتحس، انا عندي سؤال بقى السؤال ده شخص، بتحس بدراعك مش شغال بجد يعني؟ انت بتحس ان البايسبس اشتغل؟ بتحس بوجع في ظهرك يعني بجد؟ بيبقى تمرين عمود فقري من اكتر من اي ان هو لا ده مش عمود، هو لو عنده عمود فقري مش هيعمل كده يعني. هو لو عنده عمود فقري شايل وخايف عليه هيتعب والله يعني. دول مثلا ممكن يبقوا لا فقر يعني. ومراجيح الكتف الله الرفرفه اللي هو كده كده بس استنى كده الموج باين ان هو فاضي عادي. والله المراجيح اللي هو يعني بص، انا لو انت في لازم حركه اللي هو غش كده خفيفه دي ما بتضرش. أيوة. لو العضله شغاله، انما مش كلها غش وسنه العضله هي اللي يعني انت فاهم بالعكس اللي بيحصل ده والله. والظهر شفت الناس بتاعت الظهر اللي هو بيعمل كده ده المجلس المجلس بقى لا بص يعني اخر حاجه انا احب اختم بيها انا زي ما بقول، بس اختم بحاجه مهمه يعني. العبوا صح ماشي، يعني العبوا صح عادي ماشي، ومش عيب انك تخفف الاوزان لو انت بتتحرك صح. مش هقول لك حاجه، مش هقول لك برضه الاوزان السيس دي اللي انت بتلعبها، مش هقول لك ماشي. ورعوم وبلاش يعني ترموا ترجعوا الدمبل مكانه والله يعني بجد انا بفكر بيه لم الاوزان عايز تضيف حاجه ثانيه؟ ايه؟ شفت الناس اللي بتزود الوزن بعد ما تخلص؟ بتزود الوزن بعد ما تخلص؟ اللي هو لما حد يجي يلعب وراك فانت تروح حاطط الوزن عشان تعرفه ان انت جامد صح؟ لئيم. والله الأقل انت عارف الموضوع ده بيبقى في الجيم الميكس. بيبقى في الميكس ده. الاغرب بقى انه ما بيبقاش في الجيم الميكس. يعني انت عارف انت لو في الجيم الميكس وبتعمل الحركه دي انا هتفهم ده عشان انت واد الفا واد جامد. انما انت بتعملها في جيم مش ميكس ليه؟ ليه يا ابني؟ ليه والله؟ بجد والله. ليه؟ الموضوع ده بقى مقلق عامه قوي يعني.